دلوقتي من تالتة ثانوي في دماغي أكتر من حاجة وعاوز أعمل أكتر من حاجة وعندي كذا هدف. ما كنتش خايف من المجموع ولا كنت خايف لا طب تروح مني ولا هندسة تروح مني، ولا كنت خايف إن أنا أجيب مجموع قليل. ولكن الفكرة كلها إني لأني كنت عاوز أخش كلية طبعا دعوية، والكليات الدعوية كانت تقريبا من 80%، يعني أقصاها 80%، طبعا هي أقل من كده. فأنا ما كنتش خايف من حتة المجموع دي، كل تفكيري كان في صراع أولويات، وكان شوية أهداف محتاجة تترتب. المهم بعد بحث واستطلاع آراء، وطبعا انا كنت مصمم على رايي ان انا اخش كليه دعويه، ولكن طبعا لما مجموعي طلع 91.5% رفعوا لي سكاكين وقالوا لي ازاي بقى جايب مجموع 91% عاوز تخش كليه بحاجه و70 ومش عارف ايه وانت مش عارف كده يعني. فالمهم انا كنت حاطط كذا اوبشن، يعني ما كنتش مثلا ايه مقفل دماغي على كليه دعويه بس، او ان انا اخش كليه دعوه بس. طبعا انا كنت في دماغي ان انا اخش يا اما هندسه يا اما حسابات يا اما كليه دعويه. فخلاص بعد بحث بقى طويل وكلام من ده دخلت حسابات. كان قدامي بالظبط شهر او شهر ونص واخش الكليه، وانا طبعا عايش في ميه البطاطس، لا افقه اي شيء عن حاجه اسمها كمبيوتر. كل معلومات عن الكمبيوتر هو انه كان بيشغل صور وفيديوهات وشويه العاب كده يعني على الكمبيوتر، وكل اجهزه بنروح نغير له هارد وبنضيف له ويندوز جديد. بس هو ده كل معلومات عن الكمبيوتر ساعتها. وفي الفتره دي ولا كان معايا لاب ولا حتى الكمبيوتر كان موجود، ولكن لحسن الحظ كان ابن عمي عنده كمبيوتر، فكنت بروح اقعد عنده وابحث وكده يعني، وبمشي دنيتي عنده يعني. طيب ايه اللي انا عملته بقى وفرق معايا جدا في مستواي الدراسي لدرجه ان انا ابقى الاول على الكليه، وهل ده فعلا هو السبب ولا لا؟ في البدايه احب اقول لك ان انا ما كنتش حتى في مرحله الصفر ولا المرحله اللي تحت الصفر، انا كنت في مرحله الضحك حرفيا، دي مرتبه اعلى بقى. انا فاكر ان انا دخلت كورس اساسيات برمجه، مش فاكر كان لأسامة الزيرو تقريبا او كان لمين. المهم ان انت داخل تتفرج على الاساسيات، الاساسيات دي يعني حاجه زيرو، يعني انت بتاخد يعني حرفيا في مستوى العيان. طبعا انا ما كنتش فاهم حاجه لان كان نص كلامه بالانجليزي. يجي مثلا يقول لك سيرش، طبعا ما بيقولش بحث، يقول لك سيرش، يقول لك مثلا ما يقولش انا هشغل البرنامج، يقول انا هرن البرنامج، ويقعد بقى يذكر شويه مصطلحات طبعا انا مش فاهم اي حاجه. فكنت دايما كده بحس ان انا حمار من اول فيديوهين ثلاثه. فطبعا بقى كنت بقعد بقى باجي نفسي وبقعد نفسي قدام اللابتوب او قدام الكمبيوتر قصدي غصب عني، وبحاول بقدر الامكان ان انا اعافر. وطبعا انا كنت ممكن يعني كنت ممكن اخرج من المجال خالص، كنت ممكن اصلا بسبب الحوار ده اخرج من المجال خالص. فلدرجه ان انا حسيت ان انا خلاص مش قادر اكمل. وصل بيا الحال ان انا كنت بعرق قدام الكمبيوتر، وكنت بحس بارهاق شديد بسبب ان انا بحاول اركز وفي نفس الوقت ما بفهمش، وبقعد ابحث بقى كل شويه على المصطلح اللي يقابلني ابحث عليه، وطبعا بنساه تاني وكلام من ده. ولكن انا كان عندي حته عناد كده اللي هو طب انت المجال ده انا مش فاهم فيه، لا انا انفع في اي مجال، ولازم اثبت ان انا انفع في اي مجال، وفي اي مكان اكون الاول فيه. مش انت نص كلامك انجليزي وعمال تقول مصطلحات ماليش عارفها؟ طيب استنى عليا اروح اخد كورس كمبيوتر واجي. من هنا بقى بدات افكر بعقليه متزنه شويه. رحت خدت كورس كمبيوتر، اساسيات كمبيوتر يعني ازاي تستخدم الكمبيوتر اصلا، او مفاهيم الاساسيه بتاعت الكمبيوتر. تمام، كان الكورس اللي عامله غريب الشيخ، تمام هبقى احط لكم اللينك بتاعه في الوصف او في التعليقات لو انت على الفيسبوك. انا كنت بذاكر الكورس ده مذاكره ثانوي حرفيا، كل مصطلح يقوله كنت بكتبه وبصنفه وبهندل الدنيا كده. طبعا بهندل دي انا واخدها منه ف ايه هدوها. ولما كان بيقول مصطلح انا مش فاهمه كنت بخش ابحث عليها ايه على شات جي بي تي. ميزه الكورس ان هو كان مثلا بيعمل فيديو كامل بيتكلم فيه عن مصطلح او اتنين او تلاته، فمش زي مثلا لما كنت في كورس الاساسيات كان هو اصلا بيقول المصطلحات بيقولها كده بشكل دارج على لسانه، فبالنسبه له الموضوع عادي. فانا كنت بسمع مثلا كلمه سي بي يو او رام او فاريبل او لوب، الكلام ده بالنسبه لي كان حاجه كده في الخيال، انا مش عارف انت بتقول ايه. طبعا انا ماده الانجليزي بالنسبه لي كانت في الحضيض يعني. والتزامن بقى مع كورس الكمبيوتر ده كنت باخد كورس انجليزي مع ابراهيم عادل، اللي هو كورس اللي هو اتعلم من الصفر ده. كنت باخد بقى حلقتين انجليزي وحلقه كمبيوتر. طبعا حلقه كمبيوتر في اليوم كانت بالنسبه لي كافيه جدا، لان انا كنت بقعد ابحث واتعمق في الموضوع، فكانت الحلقه الواحده بتاخد مني وقت يعني، مع ان الفيديو ممكن تلاقيه ربع ساعه. بالنسبه لك انت في الاول وهله ممكن تقول الموضوع عبيط، وهتتفرج عليه وهتلاقيه يعني في الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل يعني. ولكن انا كنت بتحدى نفسي ان انا لازم افهم الموضوع بعمق، وان انا لما اخش الكليه اما حد يجي يكلمني مثلا في المجال او كده ما بقاش ميح خالص، ابقى فاهم هو بيقول ايه والكلام على ايه، انت فاهم، ابقى حاسس ان انا في المود يعني. بعد ما خلصت كورس اساسيات الكمبيوتر طبعا كل ده بالتزامن انا ببحث عن المجال وببحث عن الاقسام وببحث عن كل حاجه. كان يومي تقريبا كله متاكل في الموضوع البرمجه ده، وانا لما بتعمق في حاجه او بحط حاجه في دماغي بديلها وقت كله.
ممكن انعزل عن العالم تماما واقابلك في الشارع ما اعرفكش، لسبب ان انا ابقى ماشي في الشارع مثلا بفكر في الموضوع. بعد كده بقى سمعت عن كورس سيس 50. ده كورس اساسيات تعلم برمجه، ولكن هم كانوا بيقولوا ان ده كورس بقى من جامعه هارفارد وكورس موثوق مش عارف ايه، فالموضوع جذب انتباهي، اللي هو طب ما يلا ناخد كورس موثوق من جامعه موثوقه، جامعه عالميه، وليه لا. طبعا جيت اشوف الكورس لقيته باللغه الانجليزيه واحبطت شويه، ولكن بعد كده لقيت فيه اصلا شرح عربي على اليوتيوب. فاخترت بلاي ليست كده معينه، واحد جميل كده كان بيشرح الكورس، وخدت تقريبا تلت الكورس. تمام. وتلت الكورس كان كافي اصلا ان انا اخلص المحتوى بتاع الترم الاول بتاع جامعتنا كله. طبعا هو بيديك الموضوع مش بالعمق اللي بتديهولك الجامعه، ولكن انت بتبقى داخل الجامعه فاهم الدنيا على ايه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، واللي انت خدته في الكورس هو اللي انت تاخده في الجامعه، ولكن على توسع شويه. هحط لك اللينك بتاعه في التعليقات او في الوصف. وبكده يبقى انا معايا اساس في الكمبيوتر ومعايا اساس في البرمجه. انا كنت بروح الجامعه، الموضوع اللي انا باخده في كورس السي اس 50 كنت باخده في الجامعه، ولكن هنا كنت باخده بلغه السي وهنا باخده بلغه السي بلس بلس. الفرق بسيط جدا. انت ما دام انت فاهم اللوجيك وفاهم المفاهيم اللي هي الاساسيه يعني او الاساسيات، فانت بالنسبه لك حته اللغه دي عاديه جدا، مش هتفرق معاك في اي حاجه. طبعا بقى فضلت مكمل مع الكورس ده لحد نص الترم الاول. وطبعا كل ده سواء كورس كمبيوتر او سواء كورس برمجه كنت بتعلم الكورس بتاع ابراهيم عادل بجانب كل ده. فالانجليزي بتاعي، وان كان طبعا كورس ابراهيم عادل او استاذ ابراهيم عادل، طبعا لازم نقول استاذ ابراهيم عادل عشان الاحترام، بس انا بقول اختصار يعني، طبعا انا بحترم الراجل ده جدا. الكورس بتاع استاذ ابراهيم عادل كورس جبار. انا ما كنتش بتفرج عليه علشان خاطر المحتوى اللي هو الكلام اللي فيه او الكلمات اللي فيه، طبعا الكلمات اللي فيه مالهاش علاقه اصلا بالبرمجه، ولكن انا كنت بتفرج على الكورس عشان خاطر المهارات، اطور المهارات، مهاره الكتابه، مهاره القراءه، مهاره ايا يكن بقى المهارات اللي كان بيحطها في الكورس. فكان الموضوع بيفرق معايا بشكل غير مباشر. انا كنت بذاكر انجليزي ولكن الموضوع فرق معايا بشكل غير مباشر، لان انا ما كملتش الليفل الثاني او الثالث ايا يكن يعني. انا خلصت بس اللي هو الليفل بتاع اتعلم من الصفر ده، ولحد الان لسه ما خدتش ليفل بعد. ان شاء الله بقى في المستقبل ابدا اخش على الليفل بعد. طيب ملخص الحوار، انت كواحد في الاجازه وعاوز تخش كليه حاسبات السنه دي، اللي هو خلاص انت هتخشها مثلا كمان شهر او كمان شهرين، فانت يا باشا دلوقتي هتبدا تبحث عن الاقسام. تبحث عنها فين؟ عندك بقى ممكن تبحث على شات جي بي تي، عندك تبحث على جيميناي ايا يكن، وانا هسيب لك لينكات في التعليقات تبقى بص عليها، ومثلا ممكن تسال واحد مجرب. بعد ما تبحث ابدا بقى شوف الحاجه اللي انت ميال اليها، تمام، وابحث عنها اكتر. وبالتزامن مع البحث ابدا خد اساسيات. كده كده انت لو دخلت اي مجال، دخلت سايبر سيكيورتي، دخلت اي اي، دخلت علوم حاسب، دخلت علوم بيانات، عاوز تعمل تطبيقات، عاوز تعمل العاب، ايا يكن بقى المجال اللي انت هتاخده، انت هتاخد في النهايه اساسيات، نفس الاساسيات اللي المفروض تاخدها. دلوقتي احنا سنه اولى بناخد نفس الاساسيات، فالكورسات التاسيسيه واحده في كل حاجه وثابته في كل حاجه. خد لك كورس. انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا خدت كورس كمبيوتر لان انا ما كنتش افقه حاجه عن الكمبيوتر، وبعد كده خدت كورس برمجه. طبعا انا هسيب لك كل اللينكات دي في التعليقات. تمام. انت بقى شوف، انا اديتك المبدا يعني، انا ما بديكاش السمك، انا بعلمك ازاي تصطاد. انا بحثت وعملت لنفسي اساس. فبالتالي بقى طبعا انا في الحضيض، انا كنت اصلا تحت الصفر، بقول لك كنت في مستوى الضحك. دخلت بقى الجامعه، انا كان مستوايا سابق ناس كتير. طبعا في ناس، طبعا باستثناء الناس اللي كانت بدأ قبلي في المجال، اللي هي اصلا انا دخلت اللي اكتشفت ان في ناس اصلا بقى لها 4 و5 سنين بادئه، فهي داخله الكليه كده يعني ايه، تقضيه وقت كده يعني، كفدا يعني ايه، شهاده زياده يعني. فدول طبعا انا ما كنتش اعلى منهم، ولكن الناس اللي كانوا بادئين معايا طبعا انا كنت اعلى منهم. وفي النهايه بقى الحمد لله ربنا وفقني يعني وجبت درجات عاليه. طيب طبعا انا بتكلم في المستوى يعني، انت حتى لو انت مش هدفك اكاديمي هتعمل كده برضه. المفروض الاجازه تستغل. دي وصيه بقى، دي وصيه الفيديو. الاجازه بتاعتك مش للعب، الاجازه بتاعتك لازم تستغلها صح في انك تطور مهاراتك وانك تطور من نفسك. السلام.